مع بعض بقى هنا نشوف يعني the first type. أول نوع عندي thermal decomposition reactions. يعني إيه thermal decomposition reactions؟ عندي compound، تمام؟ يعني ايه يا ميس compound؟ الكومباوند ده يا ميس بيتكون من more، يعني من 2 أو more than elements، يعني من 2 elements مع بعض أو أكتر بيدوني compound. الكومباوند ده أنا قلت إيه؟ thermal decomposition reaction. يعني إيه كلمة thermal؟ thermal دي يعني محتاج لهيت عشان الرياكشن ده يتم. طب من غير الهيت يا ميس الرياكشن ده عمره ما هيتم. قال لي طيب انت دلوقتي يا ميس جبتي الكومباوند ده وعرضتيه الهيت، هيحصل له ديكومبوز. يعني ايه يا ميس ديكومبوز؟ هيتفكك الكومباوند ده لايه يا ميس؟ للبرايمري elements. يعني ايه primary elements؟ الاليمنتس اللي كانت كونته في الاول. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ تعالوا نشوف الاكزامبل معايا هنا. انا عندي هنا compound AP، تمام؟ ادي compound A و B. لما عرضته للهيت يا ميس اداني ال A لوحده وال B لوحدها. دول كده بقول عليهم primary elements. يعني ايه primary elements؟ يعني دول كانوا في الاول كانت الايكويشن كده A plus B ادتني يا ميس A B. element مع element، مثلا element A مع element B ادوني يا ميس فورم كونوا لي AB. ال AB دي انا عايزه ارجعها تاني ال A لوحدها و B لوحدها. انا هستخدم يا ميس الهيت عشان يحصل decomposition. فبنيجي نقول هنا thermal decomposition reactions. قال لي يا ميس خلي بالك دي are chemical reaction. متفقين ان هو chemical reactions، يعني في reactants وفي عندي products. قال لي خلي بالك يا ميس بصي which involve the breaking up of the compound. بكسر الكومباوند with the effect of heat. بتأثير مين يا ميس؟ الهيت. قعدت من هنا للسنة الجاية من غير الهيت عمر الكيميكال رياكشن ده ما هيتم. قال لي طب هيتفك الايه او هيديني ايه؟ primary elements or simpler ايه؟ compound. الجزء ده يا ميس بيجي في الكومبليت عندي. قال لي طيب ده كان اول حاجه عندي الثيرمال ديكومبوزيشن. انت قلتي لي يا ميس دلوقتي ان الثيرمال ديكومبوزيشن ده جواه 5 تايبس. هنقراهم كده مع بعض وهناخد واحد واحد بالتفصيل وهنشرحه. اول حاجه عندي احنا بنتكلم على types of thermal decomposition reactions. قال لي يا ميس the first type decomposition of some metal oxide. Number 2 decomposition of some metal hydroxide. Number 3 عندي decomposition of some metal carbonate. وعندي number 4 decomposition of some metal sulfate. وعندي number 5 decomposition of some metal nitrate. تعالوا كده مع بعض نشوف واحدة واحدة من الحاجات اللي احنا قلناها ديت. أول حاجة عندي يا ميس decomposition of some metal oxide. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ يعني metal مع اكسجين. ميدل اوكسايد يعني ميدل مع اكسجين. قال لي طب وانا يا ميس بتعلم في الايكويشنز ديت لازم اعرف الرياكتنس بتاعتي والبرودكت بتاعتي وكمان الكالرز. ايه ده هو في كالرز؟ هنشوف الكلام ده دلوقتي. قال لي يا ميس خلي بالك ان انا عندي الميدل اوكسايد لما بيحصل له ديكومبوزيشن بيديني الميدل بلس اكسجين. طب الاكزامبل اللي عندي هنا مين عندي يا ميس؟ عندي الميركوريك اوكسايد. ادي يا ميس الميركوريك اوكسايد ده الكومباوند بتاعي لما حصل له ديكومبوزيشن باي هيتنج بيديني الميركوري بلس مين؟ بلس الاكسجين. يعني اداني الميدل لوحده بلس مين؟ الاكسجين حصل له ايفولفينج. قال لي طب يا ميس خلي بالك الميركوريك اوكسايد الكالر بتاعه يا ميس ريد. لما بيحصل له ديكومبوزيشن بيديني الميركوري يا ميس بيكون الكالر بتاعه سيلفر. قال لي بلس مين يا ميس؟ الاكسجين. الاكسجين قلنا بيحصل له ايفولفينج. طب الكويشن هنا يا ميس هيجي لي ازاي؟ illustrate by balance symbolic equations. وضحي لي بالسيمبليك ايكويشنز، يعني الايكويشنز بتاعتي تكون بالسيمبلز بالرموز وتكون كمان بالانس. يعني ايه بالانس؟ تعالوا نشوف هنا. قال لي يا ميس خلي بالك النمبرز بتاع الاليمنتس يعني قبل الارو او في الرياكتنس لازم ايكوال ايه يا ميس؟ لازم النمبرز بتاع الاليمنتس هو اللي قبل الارو بعد الارو. مش فاهم يا ميس يعني ايه الكلام ده؟ ادي احنا قلنا الميركوريك اوكسايد
لما هيجي يتعرض للهيت هيديني الميركوري بلس مين؟ بلس اكسجين. طب لازم يا ميس النمبر بتاع الاليمنتس هنا الرياكتنتس هو نفس النمبرز هنا فين؟ في البرودكتس. قال لي طب انا عندي هنا HG1 وهنا HG1. تمام يا ميس، الميركوري هنا 1 وهنا 1، هنا الاكسجين 1 لكن هنا يا ميس 2، يبقى انا محتاجه ان انا اخلي هنا الاكسجين يبقى 2. طبعا انا بستخدم البنسل بتاعي عشان ابتدي ان انا ايه، لو انا اتلخبطت اقدر ان انا امسح. خلي بالك ال2 دي تايمز في الاتش جي وتايمز في مين؟ في الاو. قال لي طب يا ميس بقى عندي هنا 2 اتش جي و2 او. طب هنا الاتش جي يا ميس ايه؟ الاتش جي 1، لا اعمل لها تايمز في 2. بقى هنا عندي 2 اتش جي 2 اتش جي 2 او وهنا 2 او، يبقى انا كده ميس بالانس. طب نرجع للكويشن بتاعي تاني. بيقول لي هنا illustrate by balanced symbolic equation how can obtain mercury from red mercuric oxide. ازاي احصل على الميركوري من الريد ميركوريك اوكسايد؟ يا ميس اكتب له الايكويشنز بتاعتي واقول له خلي بالك ان الميركوريك اوكسايد بيحصل له ديكومبوزيشن بالهيت للميركوري بلس اكسجين. ممكن الكويشن يجي لي بطريقه ثانيه، يقول لي هنا the effect of heat on red mercury. الميركوريك ايه يا ميس تاثير الهيت؟ اكتب له نفس الايكويشنز. قال لي طب ممكن الكويشن يجي لي هنا give reason formation of silvery color on heating red mercuric اوكسايد. ازاي يا ميس بيتكون لي سيلفر كولر لما بعمل هيتنج للريد ميركوري؟ اقول له because decomposition او due to the decomposition of mercuric oxide by heating into mercury plus oxygen. ميس افرضي انا مش بعرف اكتب give reason، لو انا كتبت له الايكويشنز بتاعتي هيبقى الموضوع بتاعي سهل وبسيط، هيديني عليها ماركس. قال لي طيب تعالي يا ميس افرضي انت بتضحكي عليا، تعالوا نشوف. افرضي الميس دي بتضحك علينا، تعالوا كده نشوف فعلا اللي احنا قلناه thermal decomposition of mercuric oxide. ادي ميس الكالر بتاعها red زي ما احنا شايفين. تمام، هيحصل لها decomposition للميركوري بلس مين؟ الاكسجين. الاكسجين بيحصل له evolving، طبعا هو هنا بيعمل لي collect بيجمع لي الاكسجين، وطبعا زي ما احنا شايفين الكالر الريد ده هيتحول يا ميس لمين؟ للسيلفر، اللي هو كده معناه ان هو كون لي مين؟ كون لي الميركوري. طبعا هنا يا ميس شايفين البابلز دي البابلز بتاعت مين؟ بتاعت الاكسجين بتاعي. شايفين؟ ادي كده يا ميس الميركوري خلاص كده is formed، اتكون ويكون الكالر بتاعه سيلفر زي ما احنا شايفين. طيب تعالوا بقى هنا نشوف the second type. قال لي يا ميس هنا decomposition of some metal hydroxide. metal مع hydroxide. طب عندي يا ميس metal hydroxide، اي metal hydroxide، اي metal hydroxide. يعني ايه يا ميس ميدل هيدروكسيد؟ اي ميدل مع جروب الهيدروكسيد، عشان كده احنا رجعنا مع بعض الاتوميك جروب OH. اي ميدل مع هيدروكسيد هيديني يا ميس الميدل اوكسيد بلس الووتر فيبر. طب خلي بالك يا ميس الميدل هيدروكسيد لما هيجي يتعرض للهيت هيديني الميدل اوكسيد. يعني ايه يا ميس ميدل اوكسيد؟ يعني ميدل بلس مين؟ بلس اكسجين زي ما اتفقنا. قال لي طب مين الاكزامبل اللي عندي يا ميس؟ عندي هنا الاكزامبل اللي عندي كوبر هيدروكسيد. كوبر هيدروكسيد هيجي يا ميس يحصل له ديكومبوزيشن للهيت هيديني ميدل اوكسيد. ادي الميدل CU بلس مين؟ اكسجين، وادي عندي يا ميس الووتر فيبر. قال لي طيب اللي انا عايز اعرفه هنا، عايز اعرف ان الكالر بتاع الكوبر هيدروكسيد بلو، لما هيجي يحصل له ديكومبوزيشن بالهيت هيديني كوبر اوكسيد والكالر بتاعها بلاك. طيب دلوقتي يا ميس افرضي انت بتضحكي علينا، ادي يا ميس الكوبر هيدروكسيد الكالر بتاعها بلو، دلوقتي بالافكت بتاع الهيت هيديني كوبر اوكسيد والكالر بتاعها هيكون بلاك زي ما احنا شايفين كده. طبعا الرياكشن ده لازم يتم بتأثير الهيت، من غير الهيت من هنا للسنة الجاية عمره ما هيتم. طيب زي ما احنا شايفين كده ادي البلو يا ميس بيتحول لي بلاك، شايفين؟ تحول بالكامل زي ما احنا شايفين لبلاك، معنى كده ان يا ميس الكوبر اوكسايد is formed اتكون عندي. قال لي طيب
ده كان يا ميس ايه السكند تايب. تعالوا مع بعض الثيرد تايب decomposition of middle carbonate. middle plus الجروب مين؟ الكربونات. الاتنين مع بعض بقول عليهم middle carbonate لما بيحصل لها decomposition. خليني عارف حاجة، اي كربونات لازم يكون في البرودكت عندي يكون عندي كربون دايوكسيد عشان دي شكل الكربونات. طب عندي الميدل كربونات لما هتيجي تتعرض للهيت او هيحصل لها decomposition by heating هتديني ميدل اوكسيد بلس كربون دايوكسيد. خلاص انا عرفت ان انا عندي كربونات هيديني كربون دايوكسيد، فدي سهلت عليا. وعندي الميدل اوكسيد مين يا ميس؟ الاكزامبل اللي عندي هنا يا ميس كبر كربونات. الكبر معانا محتل، تمام؟ الكبر كربونات اول ما هيتعرض للهيت والتريانجل ده يا ميس رمز الهيت هيديني كبر اوكسايد اللي هو الميدل اوكسايد بلس الكربون دايوكسيد. قال لي طيب يا ميس خلي بالك ان الكبر كربونات الكلر بتاعها جرين، واحنا واخدين مع الكبر هيدروكسيد لما يحصل له ديكومبوزيشن بيديني كبر اوكسيد كنا عارفين ان الكلر بتاعها بلاك بلس مين؟ بلس الكربون دايوكسيد. قال لي طب يا ميس الكويشن هنا ممكن يجي لي ازاي؟ بيقول لي هنا illustrate by balanced symbolic equations. بيقول لي هنا green color compound green color ما قاليش النام بتاعه. when heated turns into black substance. لما اعمل له heat بيتحول ل black substance and gas turbid lime water، وجاز بيعمل turbid lime water اللي هو مين؟ الكربون دايوكسيد. لما يجي لي كويشن زي ده هعمل له ايه؟ مين يا ميس الجرين substance لما بعمل لها heat بتديني black substance plus gas turbid lime water او كربون دايوكسيد، يعني في البرودكت يعني حاجه فيها كربونات. يبقى يا ميس كبر كربونات هيحصل له decomposition بالهيت هيديني كبر اوكسايد بلس كربون دايوكسيد. واقول له خلي بالك يا ميس الكبر كربونات دي الكلر بتاعها ايه؟ جرين، والكبر اوكسايد الكلر بتاعها بلاك. تمام؟ ما فيهوش اي مشكله. ميس انا نسيت اصلا اللي انت قلتيه. طب تعالوا هنا نشوف. ادي هنا يا ميس خلي بالك decomposition of كبر كربونات، وزي ما احنا شايفين الكالر بتاعها بيكون جرين، وبالافكت بتاع الهيت يا ميس هيديني كبر اوكسايد بلس كربون دايوكسيد. شايفين اللي بيحصل له ايفولف ده مين؟ ده ميس الكربون دايوكسيد طبعا بيعمل turbid lime water، وطبعا زي ما احنا شايفين الجرين كله changes into a black. معنى كده ان الايه؟ ان الكبر اوكسايد is formed زي ما احنا شايفين. شايفين بقت بلاك زي ما احنا شايفين. طب تعالي بقى يا ميس للفورث تايب. طب ميس انا نسيت الفيرست تايب والسكند والثيرد، هنعمل سمرايز للحاجات دي كلها. طب بيقول لي هنا decomposition of some middle sulfate. middle معاه جروب السلفيت. ايه يا ميس شكل السلفيت؟ الاستراكشر بتاعها SO4 middle sulfate. بالافكت بتاع الهيت هيديني ميدل اوكسايد. طيب تعالوا نشوف مين بلس حاجه اسمها سلفر ترايكسايد، بس انا هقولها الاول على الاكزامبل عشان نبقى فاهمين. ادي يا ميس الاكزامبل بتاعي عندي هنا الكبر سلفيت. الكبر سلفيت يا ميس CuSO4 لما هنيجي نعرضها للهيت هتديني ميدل اوكسايد يعني كبر اوكسايد زي ما احنا شايفين. انا خدت كبر واخدت 1 O بس. اوكي؟ طب هيتبقى لي مين؟ ادي الاس، وانا اخدت كانوا هنا O4 اخدت منها واحده اتبقى لي A3 يبقى سلفر ترايكسايد. ده جاز بيحصل له ايفولفينج. قال لي طيب الكبر سلفيت هنا الكلر بتاعها بلو، لما يميس هتتعرض للهيت وتديني كبر اوكسايد خلاص اتعودنا ان الكلر بتاعه بلاك. قال لي طب الكوتشن هنا ممكن يجي لي ازاي؟ يقول لي what happens when. اقول لي هنا heating of blue copper sulfate. اللي هيحصل لميس لما هعمل heating للكوبر سلفيت هقول له يا ميس decomposing by heating into copper oxide plus sulfur trioxide. قال لي طيب تعالوا هنا مع بعض نشوف fifth type او خامس نوع عندي في الثيرمال decomposition. قال لي decomposition of some middle nitrate. middle nitrate يعني الميدل مع جروب النيتريت. ايه شكل النيتريت يا ميس؟ NO3 middle
نايتريت هيحصل له يا ميس ديكومبوزيشن بالهيت هيديني ميدل، بس النايتريت ايه يا ميس النايتريت؟ بدل NO3 تبقى NO2 بلس مين؟ بلس الاكسجين جاز بيحصل له ايفولفينج. وطبعا هناخد كويشن دلوقتي على الاكسجين، بس تعالوا نشوف الاكزامبل اللي عندي هنا ادي صوديوم نايتريت NaNO3 يحصل له ديكومبوزيشن بالهيتنج هيديني صوديوم نايتريت. هو اللي انا بكتبه NaNO3 NaNO2 بلس الاكسجين بيحصل له ايفولفينج. ميس انا عايزه اعمل ديتكت اكشف ان فعلا اللي طالع لي ده الاكسجين، بعمل ابروتشنج للماتش فبيحصل بيرنينج لمين؟ للماتش. قال لي طب تعالي يا ميس هنا الميدل نايتريت او سوري الصوديوم نايتريت الكالر بتاعها وايت، لما يا ميس بيحصل له ديكومبوزيشن ويعمل لي فورمد للصوديوم نايتريت بيديني يلوش وايت. ميس افرضي الكلام اللي انت بتقوله لي ده غلط، تعالوا نشوف هنا في الفيديو بتاعنا صوديوم نايتريت ادي الكالر بتاعها يا ميس وايت زي ما احنا شايفين، نعمل له ديكومبوزيشن بالهيتنج هيديني صوديوم نايتريت، احنا قلنا ده وايت. اوكي شايفين الكالر بتاعنا بيتغير يلوش وايت زي ما احنا قلنا، معنى كده يا ميس صوديوم نايتريت از فورمد، وطبعا الاكسجين بيحصل له ايفولفينج معانا. قال لي طيب انا كده يا ميس خلصنا الثيرمال ديكومبوزيشن وهعمل لها سمرايز، بس في بوينت صغيره عايزه اقولها. ايه يا ميس الابلكيشنز بتاعه الثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن في الاور لايف في حياتنا؟ قال لي يا ميس دلوقتي طبعا عارفين كلنا الاير باجز دي موجوده في المودرن كارز، موجوده على الداشبوردز، موجوده على الدورز، موجوده على الستيرنج ويلز. اول ما بيحصل بريك مثلا نستخدم البريك الفرامل او يبقى في اكسيدنت اول على طول الاير باجز دي بيحصل لها انفليت. طبعا يا ميس بيكون في سنسورز موجوده في الكارز، بس الرياكشن دوت بيتم بصوره منظمه جدا. طبعا بيكون الاير باجز جواها كومباوند بقول عليه صوديوم ازيد NaN3، اول ما بيتعرض لالكتريك سبارك اللي هو ايكوال هيت، اول ما بيتعرض لالكتريك سبارك او هيت بيحصل له ديكومبوزيشن للصوديوم والنيتروجين. طبعا يا ميس مين الجاز اللي مسؤول عن انفليتنج للاير باجز؟ هو النيتروجين. طب دلوقتي يا ميس احنا كده خلصنا مع بعض الثيرمال ديكومبوزيشن.